البنات، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله تكونوا كامل بألف خير. اليوم جيتكم فيديو جديدة، فيديو روتين من روتيناتي الصباحية، كيفاه فوت نهاري. تبعوا معايا لا فيديو باه تشوفوني يعني روتين حقيقي بدون اي اضافات ولا تغيير، ما زدت فيه حتى حاجه وما نقصت منه حتى حاجه. نتبعوا معايا وان شاء الله يعجبكم، باسكو بزاف يطلبوا مني الروتينات. كما قلت لكم مانيش نديرو خاطر يتعبني في المونتاج، يعني نجيب فيه ايام باش نكمل المونتاج تاعو، وفي الاخير يعني ما لا فيديو كي شغل ما تلقاش حقها من المشاهده. مي بون، ساعه على ساعه نلبي لكم رغباتكم. صباح الخير البنات. اليوم راني نضت على 6 تاع الصباح، والايامات تاع ليكول تاع بنتي ديما نوض فيهم على 6، نوض ساعه قبلها هكا باه نفطر الاز وندير قضياتي الاز، سورتو كي يكون عندي رونديفو لبرا. من بعد تشوفوا في لا روتين في الفيديو كامل صورت لكم كلش. المهم نوض نصلي صلاتي باسكو الصبح يذن على 6، ما صورت لكمش يعني ما كان لا نصور لكم. وبعد ما نصلي صلاتي مباشرة نروح نوجد الفطور تاعي اللي هو قهوة حليب ولا حليب بالقهوة، ما نستغناش عليه ابدا. معظم الجزائريين عندنا الفطور تاعنا قهوة حليب مقدس، ونشتي الباندمي هذا كومبلي محمص يجي بنين بزاف، وندير له شويه كونفيتور ولا زبده ولا عسل ونفطر به. هذا هو فطوري تاع بريسك كل يوم. وفي الوقت اللي نفطر فيه نشتي نتفتف شويه في تليفون ونزيد نشوف لو بروغرام تاعي، سواء تاع النهار و تاع السمانه. عندي هذا لو بلانور تيليشارجيتو، يعني تلقاو بزاف في بلاي ستور. تيليشارجيتو وندير نوتي فيه لي رونديفو تاعي كامل، باسكو ننسى مستحيل نشفى تالما عندي بزاف لي رونديفو. دونك ديما نشوفو باش ما ننسى حتى حاجه. كل يوم نطلع على لي رونديفو تاعي. دونك تبعوا معايا الفيديو باش تشوفوا لي رونديفو اللي عندي اليوم نهار مشارجي يعني مشارجي بزاف. ودرك راهي 7:15 مباشرة نروح نوض بنتي ونوجدها باه تروح الليكول، ندير لها الفطور تاعها و يعني نوجدها ونلبسها باه تروح الليكول. بغيت نهضر لكم على هذا لو فيتامين اللي ديما نشريه لبنتي في الشتاء، في لا بيريود هذه وين يكثروا فيها لي فيروس بزاف. انا خيرت هذا النوع اللي هو فيه بزاف لي فيتامين، يقوي المناعه كما راكم تشوفوا. ما فيهش لا جيلاتين، وراهم دي بونبون هكا نونوخس هايلين بزاف للولاد الصغار. انا جربته شخصيا وينقص يقوي المناعه وينقص من المرض تاع الولاد. سقسيو عليه في لا فارماسي، سقسيو لي ميدسان درك يقولوا لكم عليه. انا عجبني بزاف، انا بنتي فراجيل دونك موالفه تمرض لي بزاف في الشتاء، وتحكمها واحد الساعه هكا قاويه بزاف وما تروحش في ساعه، وديما عند لي ميدسان. ملي بديت نجرب لها هذا لي سون دي كومبليمون اليمونتير دي فيتامين، هي على حساب عمرها تاكل دو، اللي قل من 3 ans تبان لي ياكلوا وحده برك. سقسيو في لا فارماسي ولا سقسيو لو ميدسان تاعكم. هضرت عليهم في الاخر في الانستغرام وبزاف بنات سقساوني، قلت علاش لا نزيد نهضر عليهم هنايا في اليوتيوب، ممكن وحده منكم تستفاد وديرها لولاد. وهي تفطر انا نطاكي مباشره الغداء كي نوض بكري نحب نوجد غدايا قبل هكا باه سورتو كي يكون عندي نهار مشارجي كيما اليوم لازمني نوجد الغداء قبل باش كنروح نلقى يعني نوجدو ولا نوجد نصو. المهم كنروح نلقى نص الخدمه تندارت هكا يكفيني الوقت ونتغداو في الوقت. اليوم راح نطيب سوب تاع الشوفان ولا تاع لافوان، درتها لكم في فيديو وحدها، راح نحط لكم رابط الوصفه بالتفصيل في صندوق الوصف. يعني اليوم راح نطيب سوب تاع الشوفان ولا تاع لافوان، درتها لكم في فيديو وحدها، راح نحط لكم رابط الوصفه بالتفصيل في صندوق الوصف. يعني ونشرح لكم شويه هكا. نحط الخضره اللي عندي بصل، الثوم وشويه زروديه
والطماطم. شوفوا الطماطم هذو تاع الجاردان تاعي، هذا ما جبنا باسكو ما غرسناش بكري، حكيت لكم عليها في لا فيديو من قبل، ومن بعد نعاود ندير لكم فلوغ ثم ان شاء الله. واذا تحبوا تستفادوا من حوايج تاع الزراعه قولوا لي ندير لكم فيديوهات. المهم انا راح نديرو بصدر الدجاج، ندير لاصوب هذه بصدر الدجاج. نحط الصدر تاع الدجاج يتقلى في شويه زيت ولا زبده، ونحط كامل الخضر يتقلاو، ومن بعد نلوح لهم الماء الساخن هكا حتى يطيب كلش الخضر والدجاج، ومن بعد نرحيهم. وكي نرحيهم نزيد لهم الشوفان تقريبا نصف كأس، نحي هذاك الصدر ومن بعد نزيد الشوفان ونخليه يغلي من 10 دقائق، هو يطيب في ساعة، ومن بعد نفتت الصدر الدجاج ونلوحو لداخل، تجي بنينه وصحيه وهايله بزاف بزاف. ديجا راهو الغدا تاعي وجد على 7 تاع الصباح ودرك راني ندير في لا ماشين نقفض الماعن نضاف. انا لافيسيل تاعي ديما نديرو في الليل، ديما الماعن نغسلهم وننظف الكوزينه كامل في الليل، لازم نلقى كلش نظيف. ندير نقفض الماعن وندير الماعن اللي طيبت بهم واللي فطرنا بهم نلوحهم في اللافيسيل. خلاص الغدا تاعي عفوا راه واجد. الماعن ثاني راهم مغسولين، والاخر لا كويزين راهي نظيفه. دونك نلبس بنتي ونلبس ومباشره نروح نوصلها لليكول. شوفوا الجو اليوم كيفاه راهو انا في كل صراحه ما نحبش الجو هذا، ما نشتيش، نشتي الصيف، نشتي الشمس، نشتي الربيع، نشتي زقزقه العصافير والقلاص والبحر كان بزاف اللي يحبوا الجو هذا، كل واحد وش يشتي. المهم وصلت بنتي الليكول ودرك راح نروح ديريكت الغونديفو تاعي. كان عندي غونديفو الصباح بكري على 8:30 ولا مهم لازمني نفوت الغونديفو هذا، ومن بعد عندي ان اوتر غونديفو لازمني نروحو. شوفوا بغيت نصور لكم شويه هذا الجو، هو باهي بزاف الجو هذا الخريفي مليح، بصح انا نشتيه كي نكون داخل الدار تحت الزاوره ويكون هو البرا، ماشي كي يكون معاه البرا البرد والاخر لا لا ما نشتيش، نشتي كي نكون في الدار ويكون هذا الجو معليش. المهم بغيت نشارك معاكم هذا الكتاب اللي شفته عند الاخت زينب الجيجليه، راني نتبعها صافي لونطون وتعجبني بزاف بزاف بزاف، انسانه في القمه ما شاء الله. شاركت معنا هذا الكتاب وقلت والله غير نقراه، عندي بزاف ما قريتش كتب، لقيته كتاب هايل بزاف بزاف بزاف. اغنى رجل في بابل، يعني قالك اللي يحب يكون غني يقرا هذا الكتاب ويدي منه كل اسرار تاع الغنى ما لا قلت علاش لا انا ثاني بغيت نكون غنيه تبلي ما كاش اللي ما بغاش يكون غني، دونك انا بغيت نكون غنيه وقلت مالا نجرب نقرا هذا الكتاب ونشوف. انا علاه ما نقراش الكتب باسكو ما نشتيش نقرا في التليفون ولا في البيسي، ما نشتيش نقرا في لي زيكران، نشتي نمس الكتاب ونقرا، نشتي نمس الاوراق ونقرا في الكتابات. وهنايا ما كانش الكتب بالعربيه، نحب نقرا بالعربيه، ما نحبش نقرا كتب اون فرونسي، ملي كنت نحب اللغه العربيه ونحب نقرا بها هكا كل واحد واش يشتي. كان اللي يحب يقرا فرونسي او انجلي، انا نحب نقرا غير بالعربيه، كتب نقراهم بالعربيه باه نفهمهم مليح مليح مليح. دونك ننصحكم بالكتاب هذا، راني لحقت الصفحه 66، يعني ملي بديت نقرا حتى لحد الان استفدت بزاف حوايج. الكتب مهمه والقرايه مليحه مليحه مليحه، كي نقراو كتب راح نديو منهم بزاف عبر، اقراوه وشوفوا راح يفيدكم بزاف. اللي حابه دير مشروع ولا اللي حابه توفر دراهم ولا حاجه كيما هكا اقراو، دوك تستفادوا منه بزاف. دونك انا كل ما يكون عندي ان رونديفو ولا نكون في اون سال داتونت نستنى نجبد نقرا صفحه زوج ثلاثه حتى يعيطوا لي الرونديفو تاعي. بعد ما كملت الغونديفو الاول تاعي درك عندي ان دوزيام غونديفو اللي هو عند الكيني.
كيما قلت لكم واحد لا بيريود كنت فيها غايبه على اليوتيوب، ما كنتش نحط بزاف لي فيديو. هذيك لا بيريود من ما على باليش انا فين اوت حتى لديبي سبتمبر كنت غايبه باسكو تبلوكالي ظهري. يعني كنت مريضه بزاف، تبلوكالي خلاص ما كنتش نقدر نتحرك، ما كنت ندير والو، كنت نسيق عادي، ندير الميناج تاعي. جبت لو بالي ثاني ما سيقش، ما كنتش نفورسي في روحي، كنت عادي هكا تحركت، اضرب لي تريسيتي هذاك في ظهري، عيت نبوجي هذيك الساعه. رحت للطبيب، عطاني دي ميديكامون ان تريتمون، كملته درك راني الحمد لله لاباس. ومن هذاك الوقت وانا نتبع في الكيني، يدير لي مساج ويدير لي، قلت لكم كل مره نهار دير لي مساج ونهار تحطني في هذا لو ماتلا ماسور هايل. روعه. درت كيني صافي عامين ولا 3 درت كيني، بصح ما عندهمش هذا لو ماتلا. هذه الكيني جايه في مونتيو حدا الكترو ديبو، دي عندها هاد لو ماتلا. وثاني اللي حبت تدير بلا اوردونونس قالت لي 20 اورو لا سيونس، ما على باليش نص ساعه، انا دير لي نص ساعه. هو معمر بالماء، والماء هذاك كي تشعلو يدير مساج، يدير تخيروا منطقه ولا ديروا كامل لو كور، يجي هايل بزاف بزاف بزاف. يعني يدير واحد الاسترخاء، واحد الراحة بعد المساج هذا هايل، ينحي كامل الستريس وكامل السطرة. المهم اللي حبت تروح الكيني هذا راهو سقساوني عليه كي حطيت ستوري في الانستغرام، سقساوني البنات على الكيني، قلت لهم راهو في حدا الكترو ديبو في مونتيو. كي تهبطوا الالكترو ديبو من لو بيس نيميرو 3، تهبطوا الالكترو ديبو، هو جاي قبل على دغوات واحد الطريق صغيره هكا وتلقاوه مباشره ثم. وبعد ما كملت الكيني لخاطر راهو حدا جايون كازينو، دونك نفوت مباشرة نجيب القضيان اللي خصني للدار. انا نحب كي يكون عندي ان رونديفو نفوت نقضي للدار باه ما نعاودش نخرج نهار واحد اخر، باسكو نهارات كيما راكم تشوفوا بريسك مشارجيين، ديما بريسك ديما عندي دي رونديفو. كي يكون عندي نهار ما فيهش رونديفو نفضل نقعد في الدار ندير شغلي تاع الدار. كاش نهار ندير لكم روتين في الدار، راني بديتها غير بالروتينات البرا. دونك هذه المره الكونفينمون كيما راكم تشوفوا نص كونفينمون، ماشي كيما لا ديرنيير فوا حبسوا كلش، حبسوا لي رونديفو، حبسوا كلش، كنا قاعدين في الدار ليكول وخلاص، ليكول ثاني حبسوها. مي هذه المره قفلوا غير لي ماغازان او لي ريستورون. كما راكم تشوفوا جيون كازينو عاودوا قفلوا لي غيون تاع القش وتاع لا ديكوراسيون وتاع الحوايج اللي ماهمش نيسيسير كيما شفتوا في اكسيون، في الجوله تاع اكسيون، وخلاو غير الماكله. هذا مكان وقفلوا لنا الحوانت تاع القش، لي ريستورون كلش مقفول، وخلاو لنا تعب من هي تاع لي رونديفو تاع الجريات ولي بابي وكلش. ربي يكون في عون اي وحده سواء خدامه ولا قاعده في الدار ولا، المهم ربة البيت هي اللي تدير كلش، خاصه هنايا في الغربه. لا بليبار تاع اللي راهم هنا في الغربه هذه هي لا روتين تاعهم، يعني هذه هي لا روتين تاعنا كامل كامل كامل. عبالي كامل راح توافقوني في لي كومونتير، ما تنساوش تقولوا لنا يعني للناس اللي راهم عايشين في بلادهم، تقولوا لهم باللي هذه هي لا روتين تاعنا. بريسك لا بليبار تاع الامهات هنايا في فرنسا هذه هي لا روتين تاعنا. بعد ما كملت كل قضياتي البرة،
اني روحت للدار وبعد التعب هذا كامل نستاهل كاس تاع تاي يكون سخون. هكا نشتي نريح شويه، نقعد ونشرب التاي تاعي في عقلي، ومن بعد ناتاكي الكوزينه مره اخرى. ودرك راح نكمل الغدا تاعي. ديجا الغدا تاعي راه واجد، لاسوب تاعي راهي واجده. بغيت نزيد معاها بيتزا. انا كانت عندي العجينه من قبل في الكونجيلاتور. العجينه هذه تاع لاكيش اللي درتها المره اللي فاتت، المره هذه الاخرى درت كيش هايل بزاف بزاف. نحط لكم الوصفه في صندوق الوصف، عاودوا شوفوا. العجينه سهله، ما تتعجن، ما تحتاج يعني تعب ولا مجهود كبير، في ساعة في ساعة في ساعة توجد. دونك بقالي شويه حطيته في الكونجيلاتور، هاني لقيته اليوم، خرجته من قبل ما نخرج من الدار، ودرك راهي ديكونجلات هذه العجينه. و يعني نخدمها، نقرصها ونحط فوقها اون صوص تاع بيتزا واجده، ونزينها ونلوحها في الفوق. وهذه درت ثاني بيتزا واحده اخرى، درتها بلا فارين دو سارازان. هذه اللي عندهم حساسيه من الجلوتين. دونك ومليحه مليحه بزاف هاد لا فارين للكولون اللي عندهم مشاكل تاع الكولون، ما يحملوش الخبز ولا حوايج تاع القمح. دونك تاع السارازان تجي ثاني مليحه، وتجي ما نقولكمش بنينه، ماهيش بنينه بزاف بزاف، مي تقدروا ديروا بها كلش هاد لا فارين. فوالا هذه هي النهاية تاع الصبحية تاعي. كملت كلش. وهذا الغدا تاعي راه واجد، لي بيتزا تاعي راهم واجدين ولا سوب. ولحقنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم هذه لا روتين. سمحوا لي انا لي روتين تاعي بخاس كامل البرا ما بغيت ندير لكم روتين حقيقيه كيف راني نفوت نهاري. واذا تحبوا هذا النوع من الفيديوهات شجعوني في التعليق وبلو بارطاج تاع لا فيديو ثاني، هذه الحاجه الاولى اللي راح تعاوني بزاف بزاف بزاف، تشجعني بزاف. وثاني ما تنساوش لي لايك، ثاني يطلعوا لي لا فيديو تاعي. واذا تحبوا تتابعوني على الانستغرام ولا في الجروب تاع الفيسبوك، كل الروابط راهي في صندوق الوصف. انا خليكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.